شوف صديقي، من خلال عملية حسابية جدا بسيطة ودقيقة راح أعرف الفلوس اللي مجمعها شلون أشتري بيها مكملات غذائية وراح تفيدني. قلنا إذا نريد نشتري مكمل لازم نعرف الغاية من عنده، هل راح يفيد جسمي أو لا. مثال بسيط: لاعب كمال الأجسام يعني يشرب مي أكثر من الإنسان الطبيعي، وبنفس الوقت أثناء التمرين أيضا راح يكثر المي. كثرة السوائل عندنا خلال اليوم راح يصير عندنا شنو؟ طرح للسوائل. من يصير عندنا طرح للسوائل يصير وياها طرح للفيتامينات والمعادن والأملاح وهواية شغلات. إذا أنت ذكي وتريد تحافظ على عضلتك والبامب اللي بداخلها لازم شنو أسوي؟ أرجع الفيتامينات وأرجع المعادن وارجع الاملاح حتى يكون عندي مطاوله بالتمرين، عضلتي تبقى صاحيه ومنشنشه وبصوره جدا قويه وحلوه، وبنفس الوقت جسمي ما يكون هزيل. افتهمت وعرفت. باكر عقبه من تريد تشتري ايضا اخذ هاي العمليه الحسابيه، هل هذا المنتج راح يفيدني اني شخصيا؟ ما لي علاقه بفلان وعلان. اني شخصيا راح يفيدني اشتري، ما يفيدني ما اشتري ولا ادب فلوسي على الخالي بلاش. ودائما انا اقول لك صحصح وياي وافيدك.